وصفتي لليوم دجاج مشوي بالفرن بتتبيلة مميزة، طعمته ولا أطيب من هيك، بيطلع طري ومنهنه من جوا. في عندي كليين فخاد غسلتهم وبعمل لهم نقعة. أنا بحب أنقعهم قبل بليلة، بشد كل شي في دم بالدجاج. بعد ما نقعت الدجاجات بالبراد ليلة كاملة، شوفوا ما شاء الله كيف لون الدجاج بيصير أبيض، والمي اللي كنت نقعتهم فيها بيصير لونها زهري، لأنه بتشد هالنقعة كل شي في دم موجود بقلب الدجاج. حطيت الدجاج بمصفاية ليصفوا من المي. هيدي المي اللي كنا نقعينهم فيها، شوفوا كيف لونها صار زهري. عندي التوابل: ملح، بابريكا، أوريغانو، كزبرة يابسة، كاري، زنجبيل بودرة، رشة هيل، كركم، توم بودرة وزنجبيل بودرة. نص كوب زيت نباتي، ربع كوب حليب سائل، توابل، معلقة كبيرة دبس فليفلة. الخلطة عندي صارت جاهزة. ضفت الدجاج، ضروري يكونوا عندي اياهم مصفيين وناشفين من المي، وعاملة فيهم شقوق. هلأ بدي اخلطهم بالنقعة كتير منيح ودخل النقعة بين الشقوق. دجاجاتي صاروا جاهزين ما شاء الله، شوفوا لونهم بيشهي، هن ونيين. يفضل اتركهم ليلة كاملة، بس اذا كان ما في معنا وقت بنغطيهم ونتركهم بالبراد حوالي ساعتين. بعد ما نقعت الدجاجات صاروا جاهزين، دخلهم على الفرن. صفيتهم بصينية، دخلهم على فرن محمى مسبقا على أعلى درجة حرارة من الأسفل والأعلى لمدة 20 دقيقة. بعد تلت ساعة هيدي النتيجة اللي بتكون طلعت عندي ما شاء الله. شوفوا الدجاجات، الصوص اللي بأرض الصينية ببلش سقسقهم فيهم، هذا بيعزز النكهة أكتر وبيعطيهم طراوة. بطفي الشواية، بخفف درجة الحرارة على 200، برجع بدخلهم على الفرن لمدة ساعة. أنا بتركهم مكشفين، بس كل ربع ساعة بدي طلع الصينية وسقسقها بهالصوص اللي طلع. آخر 10 دقايق اللي بيحب يغطيهم لحتى أحبس البخار بقلبهم وأعطيهم طراوة زيادة. ما شاء الله بعد ساعة وتلت الدجاجات صاروا مستويين ومنهنهين. أكيد كمان بنرجع بنعمل لهم دهنة بالصوص اللي موجود قبل ما نقدمهم، بيعطيهم لمعة، بيعزز النكهة أكتر. وصفة كتير طيبة، بتمنى تجربوها.